النهارده الجمعه كده كنت قاعد اجازه في البيت، لقيت اوبر بعتها لي رساله: احنا زودنا الاسعار. من قبل ما اكمل الرساله ولا اقرا هما بيقولوا ايه، طلعت اجري على طول. حتى ما كنت قاعد بالشورت نسيت البس، طلعت اجري على الجراج اشوف الاسعار الجديده ايه. يقول لي في البيت: يا ابني رايح فين؟ ايه اللي حصل؟ بتجري كده ليه؟ اقعد حتى اتغدى معانا وابقى انزل. قلت لهم: لا، انا هتغدى النهارده في كنتاكي، ده اوبر زودت لنا الاسعار. معنى الرساله بيقول لك يعني ان احنا هنظبط لك الاسعار في الصيف عشان عارفين ان الجو حر، والعميل بيقول لك شغل التكييف وانت بتباكس ما بتشغلوش، وعارفين ان انت قاعد دلوقتي مشتاق نفسك، فاحنا ظبطنا الاسعار في القاهره واسكندريه عشان الصيف بقى وكده. ايه بقى ظبطنا كام؟ زودنا كام؟ عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ طب احنا بناخد الكيلو بكام؟ طب الاسعار ايه؟ طب ما حدش فاهم حاجه، هو قال لك احنا زودنا وخلاص. عارف انت الحقنه المسكن اللي بيدوها لك كل فتره دي، بعتوا لك رساله: احنا عارفين ان انت متضايق مننا فزودنا لك الاسعار شويه. فدي كده كانت اول رساله من برنامج اوبر. انا نزلت يا جماعه والله العظيم ما اعرف، والله ما اعرف، يعني عشان برضو ما نظلمهمش. انا فاتح البرنامج وشغال عليه كام رحله عشان كان نازل لي كده كده بونص، فانا مش عارف الاسعار هي زادت ولا ما زادتش، لان انت كده كده عارف ايه الدنيا ما مش مفهومه، ما تفهمش انت اصلا هما بيحسبوا الدنيا ازاي ولا بيسعروا البرنامج ازاي ولا اي حد. الرساله الثانيه دي تقريبا مبعوثه امبارح ولا اول امبارح، قال لك موسم الساحل بدأ يا رجاله. لو انت عربيتك موديل 2014 حد ادنى وتقييمك 4.85 تقدر دلوقتي تروح الساحل، تتسحل هناك باسعار طبعا كيلومتر اعلى من الموجوده هنا في القاهره. وبيقول لك برضو ان هيبقى في بونص هناك نازل في الساحل، وهيبقى في كمان تعويض للمسافات الالتقاء الطويله وترابيزات بلياردو وبينج. طبعا ما اكدبش عليك، انا عمري ما رحت اشتغلت في الساحل قبل كده يعني، وانا اللي اعرفه تقريبا ان هم قللوا من موديلات العربيات المقبوله، لان تقريبا كانت 2017 حاجه زي كده، خلوها المفروض 2014 الشمس دي. كانوا زمان اوبر بتعمل سكن في الساحل، يعني اللي كان بيروح تبع اوبر مقبول ان هو يشتغل في الساحل كانوا بيوفروا له سكن هناك. الكلام ده مبقاش موجود، يعني انت لو اعمل حسابك لو انت رايح مالكش سكن هناك، يا اما بقى بتجمعوا مع بعض وتاخدوا سكن، يا اما تروح تقعد في الشارع. المعلومه الثانيه ان اوبر يا جماعه لازم لو اي حساب جديد مش متاح لي ان هو يشتغل في الساحل، يعني لازم عشان يكون متاح ليك الاوبشن ده ان انت تكون عامل مش اقل من 1500 رحله. هل هم غيروا الكلام ده ولا ما ذكروش اصلا؟ اكتب لك معلومه هامه في الاخر بقى، دي بقى انا اللي انا مش فاهمها. بيقول لك ان احنا الكلام ده على حد علم اوبر، يعني الرساله دي على حد علم اوبر في الوقت الحالي، واحنا مش مسؤولين على اي معلومات ناقصه او زياده. يعني لو في معلومات ناقصه احنا ما قلناهاش احنا مش مسؤولين عنها، ولو في معلومات زياده احنا برضو ما قلناهاش فبرضو احنا مش مسؤولين عنها. فمش فاهم يعني، طب اروح لمين؟ طب اسال مين؟ انت ما تستنانيش اقول لك معلومه اكتر او اقل من اللي هم قالوها غير اللي انا قلت لك عليه، هو ده اللي انا عارفه. انا مالي اذا كان اوبر نفسها بتقول لك احنا باعتين لك الكلام ده على حد علمنا وما نعرفش حاجه ولا اقل ولا اكتر، هو ده اللي احنا عارفينه. هتسالني انا اللي هعرف؟ انا مالي. فعامه يا جماعه شغل الصيف يعني بيكون احسن من شغل الشتاء في الاسعار، في الطلب، في الشغل، اجازات، سياحه، عربات كتير بتسافر هنا، اللي بيسافر هنا فبيفضلوا لنا شويه الموضوع ده. اطلعوا انتوا الساحل وخلونا احنا هنا في الساحل بتاع مصر القديمه. انا موافق اخد الرحلات، بس سيبونا وامشوا، يعني فسحوا الدنيا شويه، طروها، ما نبقاش كلنا كابسين على بعض في محافظه واحده، يعني شويه تروحوا هنا وشويه يروحوا هنا، شويه يسافروا هنا. خلونا نسترزق بقى، خلينا نشم هوا.